طب جميل، انك تكون صايع في المونتاج دي حاجة دلوقتي سهلة، بس السؤال الأهم دلوقتي واللي هيخليك مختلف عن أي حد هو ازاي أخلي مونتاج فيديوهاتي أفضل. كان في واحد صاحبي كان بيقول لي حاجة، كان بيقول لي إن السكوت أحيانا بيقول كلام أكتر من الكلام ذات نفسه. بالظبط ده في المونتاج، أحيانا السكوت بيوصل معنى او حتى بيديك مساحه لانك تدرك حاجه او ان انت تحس الشعور. فلو عايز تخلي مونتاج فيديوهاتك احسن، اعتقد ان انت محتاج كل شويه تسكت. نيجي بعد كده اعمل جامب كات لو انت عندك امكانيه ان انت تعمل ده في الفيديو بتاعك. طبعا لو دخلت على الانترنت وبحثت هتلاقي كل حاجه جامب كات جامب كات جامب كات جامب كات، وده على فكره مش من فراغ، علشان دي حاجه لو انت عملتها فعلا هتخلي مونتاج فيديوهاتك احسن. مفيش شك ان الساوند ديزاين هي حاجه هتخلي مونتاج فيديوهاتك افضل. ولو انت مكمل الفيديو ده لحد دلوقتي فجزء من حبك في الفيديو ده وهو الصوت، انك تسمع كل صوت حواليك وتاخد تجربه صوتيه متكامله فعلا، دي مش حاجه بسيطه. وعلشان كده هتلاقي ان في كورس كامل انا عملته فيه فصل واحد بس معمول للصوت والساوند ديزاين. انت متخيل؟ فايوه انا شرحت الساوند ديزاين بشكل كامل متكامل في فصل في الكورس بتاعي. وبالمناسبه لو انت مش مشترك ففرصه كويسه ان انت تدخل تتعرف على ازاي تقدر تعمل ساوند ديزاين محترم وكويس. فلو انت لسه مش مشترك فايتك كتير. كل اللي اتقال قبل كده على فكره هو ممكن ما يكونش ليه اي فايده بالنسبه لك لو انت ما عندكش ستايل في المونتاج. طب هو ازاي اصلا يبقى عندي ستايل؟ اسمع كده، كل ما بقت مساحة اختياراتك أقل كل ما بقى عندك ستايل أكتر. فلو أنت عندك 10 اختيارات خليهم اختيارين بس، بسيطة. فبكل بساطة كل حاجة لما تحددها أكتر كل ما ستايلك أنت بان أكتر. وبس كده، دول كانوا 4 نصايح هيخلوا مونتاج فيديوهاتك أفضل. طبعا لو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وما تنساش رابط الكورس هسيبهولك تحت في الوصف، عليه خصم حلو زي ما قلت لك. وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.